كيرن سأيوب. السلام عليكم. حسام متن سيد كرن سأيوب يوم 13 ديسمبر سنة كليل وفسرة وكلية جماعته واليوم دولوا الأخبار كله أقول لكم كسل فرد أخبار. حكومة الصومال تريتريال هلو عساكر الله قبل التوقت حددت نرويج مواطنينا استقلاب مناطق توبيا اللي يسافروا تحذر. لا بيرس أخبار سماتر حكومة تفاصيل التلا لكم. حكومة الصومال قل تدريب عسكري جيسو وندت بهلو دي بإريتريا حجوزام لهلو عساكر غبلوت كل زمن حددتهم. قل ملتقى دول أفريقيا وأمريكا سك أمريكا سوفول على رئيس الصومال حسن شيخ محمود. قل صوماليين سكان ونزتات ودوي تمام الذي بإريتريا تدربوا على آلاف عساكر من اللي ورح ديسمبر إن أنبتوا أسك ورح يناير سنة كيلو 2013 عدهم قل أقبلكم تو تلب الحبر يوم. رئيس الصومال بسبت أقبالات عساكر من إريتريا الحبر لهلا قل سلف دولكم تو لتهدقم إلا هيبت اللي تحبر لكن إقل والدين نايلة تدريب عسكر نوستل علو والشعب الصومال عامة يتهيبت اللي بالشكوكات هلام. رئيس الصومال حسن شيخ محمود بأقبالتنا إلى إقل 3 سنوات دي بإريتريا حجوزام لهلو عساكرو مثل قائد حشيم شعبية إقل هداقم دي قابت 5 ورح ليقا كل دول إريتريا كما سالت أمر تدريب عسكري إقل تهيبون دات بهلو إريتريا لما سوى عساكر الصومال حشيم شعبية كم حيزتهم واللي أفعال اللي شعب وسياسيين صومال كما تكتبهم بفنتيت والدين ولادهم بشفاقة قل أقبلوكم طلبوا ولا يقبت من قبي فهي مظاهرات مثل ودول حذر علوم. حكومة الصومال بسبت أقبالتنا إلى ديب إريتريا حجوزام للو عساكر أنبلا ديب أمريكا لسمعت هجيام أسك الله إقل المواطنين وادحت حبرها هيبت كميه اللي تأمر إريتريا تدريب عسكري لتهيبو هلو بهلو 3 سنوات واديام للو عساكر الصومال اتناي سلف زيارة رئيس حسن الشيخ محمود بشفق تخريج كم قبالهم للتفقدتم قائد حشم شعبيات لمثل دول الغرب عامة ومثل أمريكا في سنة علاقات ودلها الله حديث رئيس الصومال تأثير قل وديتو قضيتنا إلى إريتريا قل تدريب عسكري لما تقوى عساكر صومال اتبعوا شرا السياسة ودبلوماسيات لتنافع باكم تنحى لتأمر. حكومة نرويج مواطنينا استكفاء لها مناطق أتوبيا إقليل سافر حذرتهم. وزارة خارجية نرويج يوم 17 ديسمبر تأفقر التشريح مواطنينا فنتيت لنعر لتريت لها المناطق غرب أتوبيا إقليل جيسو حذرتهم. وزارة خارجية شرحان أقليم أرمو مناطق ولغا غرب ولغا بونو بدلين شرق ولغام هورو قدورو ولغا وأقاليم غامبيلا بنيشانغول وغموز إقليل سافرو حذرتهم. الذي بشمال إثيوبيا لليت حالة أمن مام حقولا فنجي حكومة فدراليات واجب الشعبية تحرير التقراء لتبقى اتفاقية السلام تتحسن من مهلات أسكلا دمان سبتي الليت عند شرح وزارة خارجية النرويج لمواطنين اسك اقليم تجراي ومسلول الاتحاد اقاليم محرا وعفرق اللي يجيسو حبرت الليتم. حكومة النرويج لمن اديس ابابا برا نبرو لمواطنين اقلوم تهيبل على خدمة قنصليات في اديس ابابا حددتها كمليات ما شرحاتم. حالة امن جنوب وغرب اثيوبيا من وقت التفرد جيس كمليات عند الشرو تغارير
حكومة توبيع الشمال تحسينات ود من مهلات بزه تحديات سادفكم هلا حبرت فنتي تقاليم أرمو لتريل هلا نعر من مراقبة فقركم هلا بزحان سياسيين وحزبنا إلى إقليم حكومة كما تقليم تقراي السلام إقل تهلات جدا لهلات تقليم أرمو مام مثل لا تردت حيلة هلات لا جبت تحرير أرمو اتفاقية السلام من ذي فرمات تقليم سلام إقل تهلات قلبه اللون حسام التنسيق كرين سيوب قلوم دولو على أخبار دي بالله تاوم هلام مثل كرين سيوب تلليكم حسام التنسيقنا يوم كرين سيوب ملهينا عادل صالح مثل حقوقي وناشد سياسي استاذ عبد الرحمن سيد لا وضع مقابلات إقل نقدم قلكم تو كل يوم أولا يكفال متابعتكم انسيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيسام تنسيتنا يوم ما قاشاي بماتانكم اللينا لكن طبعا قاشاي يكوني أستاذ عبد الرحمن السيد قاشاي راجي سأيوب يكون زنوس راجي سأيوبتو وعدوث لنا حسبو دي في لا أتحزين وقت جيب وقته وجيب ساعته لما تنا حوتو أستاذ عبد الرحمن السيد كما قال من شرحنا حقوقي وناشد سياسيته فيوم موضوعنا هي خاص بالحقوق لخصصته وسياسة تحابر الديبوتة. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن طبعا موضوعنا يوم جيد ظالم ومظلوم يعني ثلاث حد لمسدادا لكن دي بتفسيرا شوية اختلاف مسي فكملة مرة يعني نشطاء ناينا دي باللي ساحة خارج هدينا دائما ديب ظلم أساس ديبي نتاجيني ديب مظلوم ترنتاجي بزعما هي ظالم دين تنكف مظلوم ومن هي الأساسي للظلم اسكي أول هاي التعريف وهكذا دي بالله سلس اللي دي ميت لظلم ميتو وظالم ومظلوم. تفضل أستاذ عبد الرحمن. شكرا. ظلم دولة بال يعني حقوقنا قدام بل قانون وبل عدالة دول قد تنسى تحاول أو قد تمنع تحاول ظلم ظلم بين أفراد قبل ممكن وبين مجموعات وبين سلطات ومواطنين قبل. في كل الأحوال الظلم مثل ظالم مرتبط يعني حقه ظالم للظلم يهلان ظلم يهلان معناته فكليته قد فناتي تقدرني فلا تعريفنا إلى ظلم قدام حقوق لي ألبو دول قبل حقوقه مسلوب دول قبل اللي مظلوم معناته حق لبوني سجنا من قبل قل مس سجنكو اللي بالي يقدرني أموالتنا نسا من قبل قل ما أمواليتنا نسا اللي بالي يقدرني قتلنا من قبل كذلك يعني أي نوع من حقوق لي ألبو معناته فباللي كنا عينة وضع حوالي وضعنا الظلم تلتبال ولا ظالم حيلة استخدمها أو قانون اللي لحترم اندقبها للحزيو من للحزيو اتوقت للحزيو قل نساء وقل لك لا لقدر اللي ظالم قد معناته قانون اللي لحترم عدالة اللي لحترم تلقائيا ظالم قد معناته بالذات سلطات حوالي اللي يقولوا
إلا السلطات من تصبتها أو قوات من تصبتها حقوقنا بعدام نسهل لنبر وجه حق انصر ظالم قبل معناته ولا مظلوم يعني الحقوق اللي ألبوا لبيلنا هوتو ودي بريتريا مثلا ظلم هلا ظلم ما أنت لما رسوا حواليك لسلطات كفت ما رسوا قوتنا يسليا وقوتنا جيش وقوتنا سلاح من ودي اللي قدام حقوق تسلبوا معناته حقوق تسلبوا بس من قبل حق مي ألبو متر إيو معناته مثلا دا سجنتوما ولا دي محكمة ما يتقربوني لأنه كمسلب لنا الظلم مثل إجراءاتنا عدالة اللي هلا قلوا علاقة هلا حواز ظلم هلا من قبل إجراءاتنا عدالة هلا وإجراءاتنا عدالة حوالا ممكن ظلم إلى هلين من هليما ممكن خفيف قبل لأنه لا عدالة سمح كل مظلوم قلت رافع وقل يبل أنا مظلوما ليكو ومحامل بأقليه ودي محكمة صوته قلت تسمح قل يعني فبلا سبب للظالم كما حزي قل لي يقدرني ولا من وديما نادرته ولكن تحت المحاسبة قبل معناته تحت المجهر قبل والمحكمة ما حقو ممكن بلا نبيلا حقو بالصالح بالتحكم ودياما لا إجراءاتنا العدالة حقوقنا الاستئناف تهلق لا ومحكمة عليا ما تهل ممكن لقد يتسك العلقة بالصحة وهكذا يعني في وجود إجراءاتنا عدالة وسيادتنا قانون ظلم لهليما لكن حدود لهلديو وكم حزق الظلم يقدرني لظالم معناته فبالله ممكن اللي شرح قدر بشكل مبسط تمام هذا بريتريا لا حكم له هلا في الوقت الحالي مو إني بنقد يعني ظلمت له حكم له هلا ولا ظالمته شخص يعني للرئيس وسلطته تحطوا ظلم وظالم حتى يتكليته لا ظلم لتعريف عامته ولا ظالم يعني لا ظلم له الله معناته أو كمان صاحب الفعل معناه فعل الظلم هذا يعتبر ظالم فدي بريتريا نظامنا الظلم قائم من قبل نظام ظالم سرعات أو نظامنا يهدف قل ظالم للبهل لأنه قانوني لحترمني بعدالتي لأمني لحزيكم حزا جندو قتلوا لأسروا دي حرب لا تيو دي حزا كري يعني اللي ظالمته ناي ظلمته حقوق ناي مواطن إلى أمن يكون معناته فاللي النظام الذي إريتريا ونظامنا ظلمته ما في شك من إريتريا تحررت سكال أزل لنا وقت حقوقنا مواطن يعني يحترمون إلى نظام الذي بريتريا معناته فبالتالي تلقائيا ظالمت النظام ولشعبيا مظلوم والمواطنين كمان مظلومين. طيب تمام سادر. طيب إذا أنا من قبل يعني مسألة إن الظلم يعني المظلوم عامة المواطنين كل المواطنين إريتريا مظلوم ترى من قبل الظالم نظامنا يحقده يعني إحنا ده بقى لأنا من قبل محل من استغلالنا إريتريا ترى نحسب لنا ولا خلفيات كنا خلفيات دي ممارساتنا زي دي إريتريا ودي بصورة إريتريا كل أنواعنا الظلم على مسلكة أكيد شوية كده وكان ظلم على دي ثورة إريتريا ظلم على الدم برضو اللي تقتل ولا تأثر وممتلكات تتنسعلت وأطفال كمان أجنيت نايش ما يحقوا فماتهم بحيلة تتنسوا عليهم
دي تجنيد اللي ممكن أدام بزح هذه الأمورون بالذات الذي بخارج بزح له ودو إلى أموروني لأنه لثورة صحيح لأدام مراده جيس على لكن أواخر السبعينات والثمانينات لكن حيلت لتنسى على الشباب صاروا السك السودان ده الهرب يبغي نسوه وصاروا من حقف أمهاتهم عايشة جنين ووالد نسوان عنه يعني فالظلم على دي ميدان من على يبقى أيام لثورة على دي لفرق بين الظلم أيام ثورة والظلم أيام دولة ظلم أيام ثورة حكومتي علتني جبهات على تنظيمات على واللي تنظيمات يعني تحت حرب على دي بحالتنا حرب على مثل جيش احتلالنا إثيوبيا لحارب على فعدالة الأسس ونظامنا يقارن بالليدة ممكن بزح إمكانات يعلتني ولا فرص ولا وضع على كمان إلى حرب سمح ما يعلان قلت بهالقدر يعني مع إنه اللي ما قل ظلم مبرر يكونيني يعني الظلم قلت كبته قلت تقبله بكم معنات يكونيني لكن على الأقل أيام تنظيمته والتنظيمات يعني دي بحرب على وأخطاء بزح تحصل لأنه إمكانياتنا دولة ومؤسساتنا دولة قلبوني لأنه عدالة دولة بهل عدالة هي بس يكونيني لكن مؤسساته وقوانين ودستورته فدي التنظيم ودي بحالة حرب ودفاع على الله اللي تقول ده ممكن فرسي على تقولون كلا الظلم دي بأيام ثورات العلا ممكن شوية يعني وضعه مبرر قلت بقى قدر قلت يبقى قدر لأن الأخطاء من الطبيعي مؤسسات حواليت وحالاتنا استقرار حواليتني ممكن قل فرصنا يظلم عند بزح جيستبه بس استاذ عبد الرحمن اسكدي بالله احنا اسكدي شويه بطريق اني بل انت طبعا الظلم هذا كما شرحوا لك وليد لحظه يكون من خلفيه العادة تقول من الثورات يعني هذا احنا ثورات ممارساتنا ثورات تتوجه داخل الشعب من ممارسات دي نوسهم مقاتلين او هي مسؤولين يعني احنا من فترتنا الستينات الى تاريخ لو يقولون قرن لنا يعني انشقاقات تصير زي بمواطنين دي بمجتمعات مثل هلا فترتنا الستينات لا سادفة يعني يمكن مشاكل يعني سجون يعني بس سبب هروب القانون اللي وقع العدالة اللي السجن سنة السجن وسنتين السجن فترة اللي زان الثورات دي حد يقول لك أقول على دي وقته دي بالله الأسباب دي بالله وقت دي بالله هي مرة يجني لي منقدر جميلة مقاتلنا وقت لها على وزت سب الشمال قال لي عباية لو يعني ظلمتو ولا يعني لممارسات جميلة على التدريب يعني دي بالله وقت اللي لأنه تو أذل لما أنا ولي لحظة يكون من وقت ليلة بقسات مثلا صحيح أتو لثورة بالذات لكفاح المسلح لأن الثورات أصلا سنة 58 تلستبدت مثل حركة تحرير إريتريا محور شوعته لبولا على دي مرتفعات حركات لبولا دي منخفضات ودي مناطق عربي ولغات بعد لتتاجة لكن 61 كفاح مسلح دول قبل وجب التحرير مثلا فالكفاح المسلح نفسه لحالة لخلقها حالة عدم استقرارته واضطرابات للديبة ومثل اللي هيني لما جب التحرير عندما تمثل وجود حركة تحرير قدمها على من 58 إذا سنة 60 تأسست و61 كفاح مسلح أعلنت لكن أولا بهالليوتنا حركة تحرير كم يتحزت أمرها معنا ميتو يعني حركة التحرير عندها ليه جاب التحرير للأساس سبب إعلاني أن حركة التحرير داخل إريتريا داخل مدن وداخل قرى إريتريا انتشرت على وحتى دي الخدمة المدنية دي بشرطات ودي موظفين حكومات كمان مرة منتشرات على إلا كنا عينك تنظيم دبكة يبقى القاهرة تنظيم نيجب التحرير للأساس
ودي جبل أدال كفاح مسلح للعلن سبب كافي علاني بلانا أمر شوية قدام لزعلوا اللي جاي اللي نعم نعم حقيقة نعم أنا كله بحترمهم جبهتهم وشعبيهم وحركتهم يعني مشكلة دي كلين لكن نحن زي قلنا نتناقش وقلنا نتآكي قلنا الثاني يكونيني الحقيقة احنا بس قلنا نشرح الحقيقة تبسلها اللي الشمسة تكون السؤال جبهة الشعبية ولا جبهة التحرير ده وجبهة التحرير ميلاد غير طبيعي تولدت ودي بقى كانت ولدت ودي غير وقت تولدت يعني احنا مع كل حبنا واحترامنا وقلنا شهداء ومناضلين كلهم نحترمهم يعني لكن حركة التحرير ده ليه جبهة التحرير تأسيسها خطأ على وكفاح مسلح يعني الشعب كان ده يتجهز مش الجيش جرار دي بحرب قتيته برضو اللي ما خطأ على لأنه حركة التحرير سنة انتشرت على يبقى إريتريا يبقى كل إريتريا بازحت على وحتى مسؤولين عباينا حكومة مثل جندتهم على يعني فالدولة لا تحازي ممكن لا كفاح مسلح لقوا ولا ثورة حتى وقت ممكن وعلنت علت لأنه شعب أتمنوا قل حارب يقدرني تنظيمنا دولتنا احتلالنا إثيوبيا يعني لكن جبت مودي لأن هي وجود قد تبرر لازم حركة تحرير إريتريا تبدأ بيها فمودي سنة 65 إلى صعدة قل حركة تحرير إريتريا عناصرنا يوم وتيامهم لعلو قل مسلحين لقوا ممكن عمليات قليدو انبر إعلان وانبر أي سبب قاتلوهم هذا الظلم من الله كان لاستمع أولا من تأسيس من جبهة التحرير وكانت من قاتلوتنا عناصرنا حركة تحرير إريتريا يعني هذا مو وضع له انسر يعني انت خلاص انت جبهة التحرير بالأساس هذا حقك يعني يعني مسلكاته لكن وجودنا حركة تحرير قل هلا لبون بتيبل حق الأبكاني فانسر للظلم رأيه الظلم من الله استبدويت أيوه كان الظلم من الله استبدويت نعم الظلم من الله استبدويت حرب من سلله يعني عناصرنا حركة تحرير يبقى إلى سعادة قتلهم ممكن كم 10 قبول المهم عدد كبير تعتبر مجزرة يعني مجزرة بمعنى الكلمة يعني فدول قاتلهم من بر حكم من بر عدالة من بر أي شيء دول قتلهم اللي كان يظلم حقول له بقى اللي ظلم ولده ظلم ولد يعني الظلم ظلم ولد ريكا حركة التحرير أبدو أمامي بقى انتهيت هذه كجبهة التحرير بقى نقبت لا من 65 اللي مؤتمراتنا يا دوحاتات ووليتات كل من دول سمعوا له خلافات جوالهم لعلى مدري اللي الظلم واقعته يقولوا تشرح السجن لا قوى التحرير تتولد وحرجة بالشعبية تقضي بالحل فوارحاسات كلها حروب وقتل وقاتل وليتات كل حرب أهلية قتل قدام بدون عدالة وليتات جاي صراحة يعني كله الظلم على الظلم اللي نلبل خلاص طبيعة قبا يعني شيء واقع قبا وخلاص ومنها جبهة التحرير أي تنظيم من نامن ده فاكرة حاولت حركة التحرير قلا انتهت لما نفقر قوات التحرير تبا ولا قوبل ولا بعدام جماعتنا على ولا سدحويلة المهم كلهم خلاص استياد ودقلهم استبديت يعني ميتوا اللي لريكا خلاص يعني لا كان قدي بس أنا بيني قل هلا دي ببتي بعد قل هلا لبوني وحتى لبون قل هلا اللي بلته وبالتالي لازم خطواتنا يقتلوا يا كمان ده استسلم يبقى لقبل اللي ظلمت إلا ثقافة إلا بقى خلاص واقع قبل حقول له جبهة الشعبية مصر عن جبهة الشعبية رسميا 77 تلا دي المؤتمر الأول لعلى نواه يعني لكن هي فعلت ولا جبهة الشعبية ما من جبهة بالعكس لا أكيد هي من قبل مصر هتام أول بنا الجماعة تستفيد من كاع وما من كاع عند الله قدام قاتلوا حلوة ثوران دبيلو واللي كل أنواعنا تعذيب وناي قتل وناي السجن وناي كل شيء مارسوا برلي بالله مثل جبهة التحرير اللي تحاربوا وبالله يعني يا جماعة ما تودوا لي
اللي قبل سني يكونين اللي كنا يكونين للبن هنا كله يمين منكع يسار ومن ذلك المهم قاتلوا السبت أو رجال قولوا قلال قولوا المهم بر رحمة قاتلوا على كأن الظلم حرق اللي بلا كشوة عبد الرحمن دي بلا أنا فترتنا 65 و تسوية حركات وحقها كمان مثلا سنة 69 سجن مبرر لي على بسجن أساس نفر من أعضاء قيادة العامة يعني في سنة السجن يقولوا هل لا عملية اللي هو كان الظلم اللي هل يعني تبل قلة مجتمعنا المسلم الإسلامي خاصة من ساعة لهذه اللي كل الأشياء كانوا مرات أسيق أزيد الحرب العقل القادر يهلا للأسف الشديد طبعا فتوم إسلام وكله على ولا قبائل ومسؤولية علوني ولا مناطق يعني لكن طبيعة الحال طبعا لمجتمع يعني مجتمع اللي يكونين يعني لسه عملية تكوينه وثقافته كما كله محدود على فلا دوموتات استخفافات دول قليلة الحزة قبائل لا استخدم مناطق لا استخدم وديانات لا استخدم على لو على طبعا فترة لها فقط مسلمين ترى على أسف فترة 69 لمشاكل عارف بين غير مسلمين تو ومسلمين تم المسلمين تم قلنا مسلمين تم نسجنوا صح لا سجنوا وبالتالي لفترة ومسلمين تم والمسلمين تم نصفوا احنا اللي دبا عملتنا حركات إذا لفترة لا يعني أسيك هذا الانشقاق أكثر حي دبا مسلمين ترى لا كان دب ثورة الإقامة قبل ودبا لفترة لا هل من ساعة لها تلاستبدأ مثلا كان ولا لممارسات دبا اللي كله يعني دبا مثل حدمة يعني دبا تجارب لاحظوا من أولا كمثال بأنه تأسيسنا للتنظيمات وحر عدم إدراك لحدنا إلى مرحلة لأنه لا دام قل ملت بس على منتبل قل إسلام وقل مناطق وقبائل وقل إعلاني لكن قل سلطات قل حتى كاين أناتو لا سلطات البلاد ممثل على أنا بلل رينا زي يعني أنه خلاص توم لساحتها وبنوم ترفو ديبا حر أسمران ده توم لسلطات توم بنوم صبوطها مسلوب على يبدو لي قبل أحدهم صفعوا لأن وفعلا إلا ثقافة قبل يعني وحر سياسة ورسايا منهم وتوما نفس الثقافة ومارسها بشكل متقن يعني. أبشع ومتقن وسكا اسمره أتوا بلا خلاص كبزها كوحجنيو حشوينا ودباتي اللمبي خلاص أنا تعودكم أنا أسمع لعد أنا خلاص نيت بيلا فاللي التفكير اللي من الشمسة من اللي ثورات اللي مثلا من اللي جبهات اللي لجبهات بالله حتى عدو الحارب على وبالله كلا يعني أدحدوا الحارب على يا بين التنظيمات يا كمان داخل التنظيمات لجبهة يعني أدحدوا أي أقدام رأسه رفع أي أقدام مستقبل ممكن بزحق اللي مرحلة قدر تصفيات تحصل دي معنا فبالسبب لمشاكل صحيح بين مسلمين استبدت الستينات ولكن حر كل إريتريين مسلمينهم ومسيحيينهم أتوا دي يعني لأنه جبت تحرير منتشرة لأن التنظيمات نفسه على دي بكل معنى التنظيمات عن جبهة الشعبية مسلمين ومسيحيين على وديبة وجبهة التحرير كمان مسلمين ومسيحيين على وديبة فدي بكل المشاكل كلهم على حرمان أنت مثلا مثلا منكع كلهم مفزحهم أو كلهم أولاد مسيحيين على مسيحيين تمام لكن يعني لما صارت مسيحيين ومسلمين أو كمان مسيحيين ومسيحيين ديانتهم يكونين لقد يطلع عدد اللي سبب له مطالب على الدولة مشروع وحقوق على الدولة ولقيسة لقبيسة نيكونين ديكتاتورية دول بيلا فخلاص قلنا شباب نسوهم وشباب مستنير لعلاته مثقف متعلم لعلاته قاتلوا بسمية منكع وما منكع عند بيرو يعني كديبا جبهوتات ما تنسلوا على بشكل عام يعني كم قبل مسلك قال لي لحالة ناي كفاح مصلح لا تمتصوت لأنه إذا أنت مثلا ترى ليبيا ولا ترى سوريا مجرد ثورات كفاح مصلح دول قيرة خلاص ظلم
نقصة معناته لا نقوص أو لا مملكتنا يظلم قد معناته فمقابل صار لا مع الحيلة قلة ضعيف بلع معناته قلة ضعيف ظلموه قوات حوالي كان خلاص أنت مظلوم قوات بكم قبل تظلم قدر معناته وأنت ظلم كامل ممكن عكت أنت معناته لكن قوات حوالي كان خلاص حقوق بدي فاللي الحالات مثل صدامات عسكرية دولتها دائما يقول ظلم فرص لهيب معناته لأنه الحالة حالة عدم استقرار صبت قبل وفي حالة عدم استقرار يعني دائما القوية كل الضعيف إذا تبرر لك عبد الرحمن وكان الذي بقى الظلم الأزل الذي بريطانيا وليد لحظة يكون يعني أزل ما سيكون من سنة 91 ما سيكون الظلم ممارسات على من زمان ثورة إريتريا. أيوة. جميل. أوكي جميل. هذا إحنا دي بالله ولا كفار دي بالله نخلص صوته وكلا كفار قلنا الثلاثة. خلعنا بني فوق الثياب
تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم حكومة الصومال قلت تدريب عسكري قيسو اندت بهلو دي بإريتريا حجوزام لهلو عساكرا غبلوت كل زمن حددتهم الملتقى دول أفريقيا وأمريكا سك أمريكا سوفول على رئيس الصومال حسن الشيخ محمود الصوماليين سكان ونسطات ودوي تمام لدي بإريتريا اللي تدربوا العلو آلاف عساكر من اللي وره ديسمبر عند أنبتو أسك وره يناير سنة كيلو 2013 عدوم قل أقبلكم تو تلب الحبر يوم رئيس الصومال بسبت أقبالات عساكرو من إريتريا الحبر لهلا قل سلف دولكم تو لتهدقم إلا هيبت اللي تحبر لكن إقلمي إقل والدين نايلة تدريب عسكري نوستول علو والشعب الصومال عامة يتهيبت للي بالشكوكات هلام رئيس الصومال حسن شيخ محمود بأقبالت نايلة إقل 3 سنة دي بإريتريا حجوزام للو عساكرو مثل قائد حشيم شعبية إقل هدقم دي بقابت 5 وره ليقا كل دول إريتريا كما سالت أمر تدريب عسكري اللي تهيبون دتبالو إريتريا لما سوى عساكر الصومال حشم شعبيتكم حيزتهم واللي أفعال اللي شعب وسياسيين صومال كما تكتبهم بفنتيت والدين ولادهم بشفاق قل أقبلوكم طلبوا ولا يقبت من قبي فهي مظاهراتكم سلودول حذر علوم حكومة الصومال بسبت أقبالتنا إلى ديب إريتريا حجوزام للو عساكر أنبلا ديب أمريكا لسمعت هجيان أسكلا المواطنين واضحة حبرها هيبتكم يهلي اللي تأمر إريتريا تدريب عسكري اللي تهيبوه هلو بهلو 3 سنة واديام للو عساكر الصومال اتناي سلف زيارة رئيس حسن الشيخ محمود
افشفك شفق تخريج كم قبالهم للتفقدتم قايد حشم شعبيات لمثل الدول الغرب عامة ومثل أمريكا فنتي السنة علاقات ودلها لا حديث رئيس الصومال تأثير يقل ودتو قضية نايلات إريتريا قل تدريب عسكري لما تو عساكر صومال اتبعوا شرا السياسة ودبلوماسيات لتنافع باكم تنحى لتأمر حكومة النرويج مواطنينا استكفاء لها مناطق أتوبيا قليل سافر حذرتهم وزارة خارجية النرويج يوم 17 ديسمبر تفجر التشريح مواطنينا فنتيت لا نعر لتريت لها مناطق غرب أتوبيا قليل جيسو حذرتهم لا وزارة خارجية شرحم أقليم أرمو مناطق ولغا غرب ولغا بونو بدلين شرق ولغام هورو قدورو ولغا وأقاليم غامبيلا بنشانغول وغموز إقليل سافرو حذرتم الذي بشمال أتوبيا لليت حالة أمن مام حقولا فنجي حكومة فدراليات واجب الشعبية تحرير التقرأي لتبقى اتفاقية السلام تتحسن من مهلات أسكلا دمان سبتي الليت عند الشراء شرح وزارة خارج النرويج لمواطنين سكاكلم تجراي ومسلول الاتحاد قليم أم حروا فرق اللي لجيسو حبرت الليتم حكومة النرويج لمن أدي سوابا برا نبرو مواطنين أقولهم تهيبل على خدمة قنصليات تأدي سوابا حددتها كمليات ما شرحاتم حالة أمن جنوب وغرب أتوبيا من وقت التفرد جيس كمهلات عند الشراء وتغارير حكومة أتوبيا الشمال تحسينات ودمن مهلات بزاف تحديات سادفكم هلا حبرتم فنتيت قاليم أرمو لتريل هلا نعر من مراقبة فقركم هلا بزحام سياسيين وحزبنا إلى أقليم حكومة كما تقليم تقراي السلام قلت هلا تجد الهلات تقليم أرمو مام مثل لا تردد حيلة هلات لا جبت تحرير أرمو اتفاقية السلام عند فرمات تقليم سلام قلت هلات قلبه اللون حيثما التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئة جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو